ما شاء الله. والله ما فرقت حاجة من الذهب يعني، سبحان الله ما شاء الله. بص دي الأساور اهي. السلام عليكم حبايبي، انا هنا في محل صيني وفضه، محل غوايش ومحل حاجات. يا باشمهندس، اسم المحل بتاع حضرتك ايه؟ سيلفر جولد. هقرب لكم عليه شويه علشان تعرفوا اسم المحل. بص الفضه هنا، انا جايه اتفرج على الفضه، لقيت عندي حاجات تحفه الصراحه. انت هتديني 10 على فكره معاك كده حمرا. بص يا بنات، دي بتاعت اولاد شباب يعني، جايه اتفرج انا عليها فعجبتني، وانا قلت عجبني حاجات كتير قوي في المحل، قلت اصوره له عشان لو حد عايز حاجه يجي ياخدها من عنده. كل ده فضه يا بنات. هوريكم دلوقتي التحف اللي عنده الصيني. واليوم يكرس حياته من اجل مساعده اطفال يتامى اخرين ويهمل لهم شيئا لا يقل اهميه من اجل صحتهم على الطعام والمأوى وهو الحب. بصوا هنا برضه يا بنات الصيني، بصوا تحف ازاي عنده. يقدمون مصالح ابنائهم على مصالحهم ويضحون باعمالهم او يعملون بمهنتهم. سلاسل الجيش. ما شاء الله عنده تحف جميله جدا يا بنات، عشان اللي عايز حاجه يجي ياخدها من عنده. بص الكوليه ده، هي اسم الغوايش دي ايه؟ دي فيونكة، وبقيت اشكال الغوايش كلها بمقاساتها كلها موجوده. في مقاسات يا بنات، بيقول لكم المقاسات اللي هي كبير وصغير اهي. بصوا ما شاء الله، والخواتم كمان تحف ازاي اهي. ما شاء الله، والله ما فرقت حاجة من الذهب يعني، سبحان الله ما شاء الله. بص دي الأساور اهي. هنا تحف الخواتم، بصوا كمان. يعني انا الغوايش دي كلها فيونكة يا باشمهندس؟ لا دي اشكال كتير، في اللي هي المسح، وفي غوايش بومبي، في غوايش فرم ورده وعريض. دي طقومة اطفال؟ دي طقوم اطفال اه. وغوايش اطفال واساور اطفال. محلقة اطفال اهي يا بنات، الان كل احجامها. غوايش اطفال اهي كمان. ودي سيال. ودي الفضة يا بنات بتاعت الرجالة شباب، يعني الرجالة حد كبير يعني وشاب يعني. كان اللي عايزين
ولاد دكروس اسم محلك بالظبط؟ سيلفر جروب. سامعين يا بنات؟ سيلفر جروب اول الشارع على طول، 2 شارع من فارس. عشان اللي عايز حاجة يجي منه فضة وصيني وحاجات تحف صيني وكمان والفضة.